بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله إنه أنعم علينا بنعمة البداية. الحمد لله على بداية الرحلة، عقبال الرحلة الحقيقية. زي ما اتفقنا في المقدمة احنا هنقسم كل محاضرة لجزئين. جزء هنتكلم عن تهيئة القلب، لأن الرحلة رحلة قلب، واجعل أفئدة من الناس تهوى إليه، ولأن مسافر القلب سابق مسافر البدن، ولأن القلب هو محط نظر الله. فبما إن القلب محط نظر الله فلا، ده أنا هحسنه ووضبه وخليه في أحسن صورة ترضيك يا رب. ولأن كمان اشتراط حضور القلب دي حاجة مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الدعاء قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بس واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لا، احنا عاوزين طول الرحلة نبقى مع ربنا في حضور، فمهم قوي تهيئة القلب. الجزء الثاني هنتكلم عن المناسك، ودي مهمة لأن الأركان لازم تكون صحيحة عشان الحج يكون صحيح، فإحنا هنقسمها كل مرة لجزئين. طيب نبدأ مع بعض. أول حاجة الاصطفاء. لماذا أنا؟ ليه أنا؟ تخيل من 2 مليار مسلم على وجه الأرض ربنا يختارك أنت، يقولك تعالى أنت معايا السنة دي، هتدخل أجمل رحلة في حياتك، هتكمل أركان الإسلام الخمس، الركن الخامس اللي اتقال لمن استطاع إليه سبيلا. أنا خليتك تستطيع. ده انت لو في وسط مجموعة وجاء حد ذي شأن والله المثل الأعلى وقال لك بس أنا عاوزك انت اللي معايا في الرحلة، إحساسك هيبقى مختلف. ده اختارني. فكون ربنا اختارك لازم قلبك تتشال منه شوية حاجات. بس أنا تعبت وكونت فلوس واشتغلت، لا، غيرك معاه فلوس ومعرفش يطلع لأن صحته مش مساعداه، وغيرك معاه صحة ومعرفش يطلع لأن معهوش فلوس، وغيرك معاه صحة وفلوس بس ما عندوش رغبة، ما زرعش ربنا في قلبه الشوق والرغبة، وغيرك عنده كل ده بس ربنا لسه ما أردش. فاخلع أسباب الدنيا اللي خلتك تتخيل إن الرحلة دي سببها حاجة من عندك، لأن هو اللي من عليك بالوقت والصحة والقدرة، وبارك ليك في مالك وزرع الرغبة جواك. وقبل ده كله كان كاتب لك إنك هتروح الرحلة دي، وقبلك لما بدأت تقول أنا عاوز أروح وقدمت، كان عنده القبول من عنده. فإحنا غلابة وفقراء، فافتقر إلى الله واعرف إن الرحلة لو دخل كده الشيطان وقال لك بس أنا عملت وتعبت وحوشت عشان الرحلة، لا، كله من عند ربنا. تعالى بقى إيه أكمل لك وأقول لك إيه الفضل الكبير اللي خدته باختيار ربنا ليك إن أنت تعمل الرحلة دي. تعالى أقول لك أحاديث رسول الله تملأ قلبك كده. الحمد لله يا رب إنك اخترتني، إنك اخترتني. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عارف يعني إيه ملهوش جزاء إلا الجنة؟ يعني خلاص لو أنت ربنا إن شاء الله كتب إن حجك حج مبرور وإن شاء الله خلاص أنت كتبت من أهل الجنة، فمش هتكتب من أهل النار بقى تاني. هو عارف ربنا اللي جاي، فهيخلي لك اللي جاي إن شاء الله تبقى على حريص إنك تبقى على الطريق المستقيم. ولو سألت يعني إيه حج مبرور بقى عشان أعمله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهم دول إحنا محتاجين. الرفث هنا هي ذنوب اللسان والشهوة، يعني أنا مش هتكلم بحاجة تزعلك مني يا رب تغضبك علي، والفسوق أنا مش هعمل فعل ارتكاب المعاصي. ففي الحالتين أنا كافف لساني وفعلي عن أي حاجة تغضبك. هنا ترجع زي ما ولدتك أمك، صفحة بيضة، فرصة تانية ما بيديهاش غير ربنا. أنت العداد زي ما بيقولوا كده،
راجع للزيرو، انت هتبدأ من اول وجديد. انا عاوزاك تتخيل انت هتبدأ من اول وجديد. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل، قال ايمان بالله ورسوله. صح، اول حاجة ان انت تؤمن بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. انتوا متخيلين الجهاد صعب قد ايه؟ قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. بعد دول على طول الحج المبرور. ربنا يرزقنا الحج المبرور، ده هدفك. انت مش رايح تعمل مناسك، انت رايح تؤدي فريضة حج ويكون حج مبرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. عارف يعني ايه؟ يعني الحج والعمرة هيخلوك ينقيك، يبعد عنك الفقر، فكده كسبت، أمن لك الدنيا، ويبعد عنك الذنوب، فكده أمن لك الآخرة، فتبقى كسبت دنيا وآخرة. أنت متخيل؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما راحت لرسول الله قالت له: نرى الجهاد أفضل العمل. أنا الجهاد ده حاجة كبيرة قوي، أفلا نجاهد؟ خلينا نجاهد معاهم يا رسول الله. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. للنساء لو حجيتي كأنك جاهدتي. يا الله على الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله دعاهم، شوف انت جايلك الدعوة من بدري، فأجابوه فتفضل عليك وقبلك، وسألوه فأعطاهم. العلماء هنا بيقولوا سألوه دي يعني ماضي، وانا لسه رايح، ده انا لسه رايح السنة دي، لا خلاص، هو من ساعة ما قبلك قبل احتياجاتك، وان شاء الله كل دعواتك هناك مجابة. فايه الجمال ده؟ احلى حاجة كمان عاوزة اختم بيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. بص بقى، تحصل حاجات كده ساعات بين الحجاج، يبدأ كل واحد يقول له انت دفعت كام، وحد يقول له يا نهار ابيض ده انا دفعت ازيد منك، ده انا كده الشركة. اسمع بقى وايه، وابعد عن قلبك الحتة دي، لانك اللي دفعته انضرب في 700 ضعف. ده ايه ده ايه؟ فابعد عن قلبك الكلام اللي خارج الحج، اللي يلهي قلبك ويزعلك. انت في تجارة مع الله، انت واخد فضل يتمناه كل البشر. فلو سألت نفسك تاني ليه ربنا اختارني انا بكل عثراتي وزلاتي وفجراتي وغدراتي، مفيش غير كلمة واحدة تجاوبك وهي اللي تملى قلبك: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ذلك فضل الله. فأول حاجة أنا عاوزاها تملى قلبك، إنك تعرف إن ربنا تفضل عليك. املى قلبك بالموضوع ده، خلي قلبك عارف إن كل الحاجات الحلوة دي، كل الأحاديث الجميلة دي، أنا بقيت جزء منها إن شاء الله. فذلك فضل الله، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله. فقول بقلبك: الحمد لله، الحمد لله على نعم وفضله واللي تفضل بيه عليا. هنبدأ بقى الجزء العملي اللي أنا عاوزاه مع المشاعر دي. إيه أول جزء في الرحلة؟ وأنا عاوزة هنا وأنا بتكلم تتخيل إني بتكلم عنك. أنا عاوزاك تشوف نفسك، مش عاوزاك تقعد تسجل حاجة. الأول تخيل إن أنت الشخص اللي أنا بتكلم عنه ده. اسمعني بقلبك، وأنا هبدأ معاك من البيت، وهقول لك إن شاء الله ربنا الله المستعان كل سنة، أكيد كل سنن الرسول عليه الصلاة والسلام هي فايدة ليك. يعني هتعمل حاجة في رحلتك، فإحنا هناخدها من البيت لحد ما نوصل إن شاء الله. فأنت خلاص حضرت الشنطة وخلاص فاضل ساعات على الرحلة، يا الله. فدخلت تغتسل، وانت بتغتسل كده تخيل انك بتسقط كل ذنوب الماضي، كل ذنوب بتتخفف من كل الذنوب. وبعدين لبست ملابس اللي انت عاوز تحرم فيها. ده بالنسبة للسيدات. الرجال ساعات بيلبسوا لبس الإحرام داخل المطار. فأول ما تدخل كده، أول ما تدخل وخلاص ولبست وهتمشي، من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام إنك تستودع أهلك. إن الفراق حتى لو لحاجة حلوة فيه صعوبة شوية، في قلق على الناس اللي أنت سايبه، فأنت بتقول لهم أستودعكم الله.
انت هتخليهم في أمانة الله. استوداع ده يعني من أكتر الحاجات المطمئنة للقلب، ودليل محبة وشطارة للي عاوز يحفظ أهله. أنا بستودعكم الله، أنا ماشي وسايبكم، فأنتوا في حفظ الله. والجمال إن حد من أهلك برضو قلقان عليك، ما أنت مسافر خايف، فيستودعك أنت كمان. يقول لك أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. الله على الثلاث حاجات، دينك يا رب، يا رب تحفظ دينك هناك، وأمانتك وكل حاجة في أمانتك، جوارحك ومالك أنا بستودعهم الله، هتحصل لكش حاجة في الحاجات دي. وخواتيم أعمالك، وترجع من الرحلة الحمد لله على خير. خواتيم الأعمال يا جماعة، في ناس ممكن تحصل لها وهي راجعة في المطار حاجة تقلب الرحلة كلها. فأستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. هتركب التاكسي أو الأتوبيس وخلاص رايح، لا استنى بقى، عاوزة أقول لك حاجة سمعتها من الشيخ محمد خيري بصراحة، وأي فيديوهات أنا سمعتها مفيدة هنزل لها لينكاتها عشان تسمع وتزيد من الحاجات الحلوة اللي نازلة في الموضوع ده. قال إن المجاهد قال هنا جملة خطيرة قوي، قال ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز الشيطان مثل عدته. لا اسمع بقى، إيه ده؟ هو الشيطان جاي معانا؟ جاي مكة؟ أيوه، ده أنا ماشي وسايبك، ده رايح هناك عشان نغسل الحاجات اللي أنت السبب في إن أنا عملتها. والله ما سيبك، عمري ما اسيبك ايه، رجلي على رجلك. هتحضر شنطه، هحضر شنطه ليه؟ عشان انا عارف الرحله دي هتعمل فيك ايه. الرحله دي ممكن ترجعك مختلف، الرحله دي ممكن ترجعك منور، الرحله دي ممكن ترجعك نسخه تانية جميله، ويضيع كل عمل اللي فات وما اقدرش عليك الفتره اللي بعديها. فانا معاك، هعمل ايه بقى؟ انا حافظك، انا عارف نقاط ضعفك، انا عارف ان انت هتبقى مستعدلي في حتت انا مش داخلها، انا مش داخل في الحتت دي، انا عارف انت رايح ليه، فانا هدخلك من حتت تانية. فيجي داخلك انت عصبي، فاجيب لك حد يعصبك. انت منظم يعصبك، او هتبدا تتكلم تقول حاجات، لا يا سيدي، لا انا مركز، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاجه. وحاجه انت عاوز تعملها وواحد تاني قال لا، فانت عاوز تمشي الحاجه اللي على مزاجك، فتبدا تتكلم وانت شايف من جواك لا، ده علشان انا عاوز الحل صحيح. بالراحه، هيدخل لك من اكتر حتت انت مش متخيلها. انا عاوزاك تستعد، وعاوزاك تخاف، وعاوزاك تبقى حريص وتبقى واخد بالك قوي من نفسك. تيجي انت طيبه وجميله وقاعده في الاوضه مع حد اختلف مع حد تاني، فقاعد يحكي لك ويشكي لك ويقول لك بصي عملت ايه، وانت مش عاوزه تقولي لا عشان مكسوفه، وانت عارفه ان الرحله فتخوضي، وكنا نخوض مع الخائضين. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، عملت غيبه في وسط الحج، فقلبك ينكسر وتحسي ان الرحله راحت. لا، احنا من الاول اهو، احنا عارفين انه جاي معانا، ومش هيدخل لك تاني من الحتت الواضحه والصريحه، مش هيدخل يقول لك ما تصليش ولا تعملش، لا، هيدخل لك من الحتت اللي تبوظ. فناخد بالنا قوي 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 واحنا في الرحله دي، لان هو جاي معانا، احنا رايحين نختبر، وعلى قد اختبارك ونجاحك فيه هتاخد من الاجر، واحنا داخلين طمعانين، دي رحله عمر، احنا جايين ناخد الاجر كله. يلا بقى، دخلنا الاتوبيس، هنبدا نقول دعاء السفر. قبل دعاء السفر بقى انا هقول لك بشرى، هتقول بعديها يا جمال كرم ربنا. يعني ايه ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لم تضع ناقتك خفا ولم ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. الله، يعني أنا طالع من بيتي، من البحيرة، من اسكندرية، من أسيوط، من القاهرة، ركبت تاكسي أو رحت للأتوبيس، ركبت الأتوبيس، رحت على المطار، رحت من المطار نزلت بجدة، ركبت أتوبيس، وصلت مكة. إيه اللي بيحصل طول الطريق ده بقى؟ ربنا بيمحي عنك خطيئة ويدي لك حسن، يمحي عنك خطيئة ويديك حسن. ده أنا هروح يا جماعة أبيض، ده أنا قبل الرحلة رايحة أبيض. فاستشعر جمال الحته دي، وكل ما تحس بتعب في الاتوبيس او حاسس ان الرحله فيها مشقه، رحله فيها مشقه والاجر كبير. فتعالى بقى نبدا دعاء السفر، اعلان فقرنا تاني. فاول ما تركب كده وانت داخل بتقول بسم الله، ولما تقعد وتستقر تقول الحمد لله،
وتبدأ دعاء السفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من مخاوفك. أنا خايف وأنا هناك اللي معايا في الأوضة ما يكونوش كويسين، أنا خايف أتعب، أنا خايف، أنا خايف. ما هو داخل معاك وعاوز يخليك ما انتش مبسوط، وإحنا فرحانين وهنعلن عن فرحنا. فرحة القلب كبيرة. فالله أكبر من أي وسواس ليا ومن مخاوفي، الله أكبر من أي حاجة تشغلني. فقولها كده من قلبك، الله أكبر. استطعمها أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تبدأ تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. انت يا رب اللي سخرت العربية دي، انت اللي سخرت كل حاجة، ومن غيرك ما كناش هنعرف نعمل ده. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ونفتكر ان احنا راجعين له، ونفتكر ان احنا راجعين له عشان نعرف هدفنا من الرحلة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. تعرف انت بتطلب ايه؟ انت بتطلب منهج حياة كامل، بتطلب القدرة على فعل الخير. يا رب انا عاوز اعمل خير هناك، انا مش رايح للمناسك بس، وده اللي احنا عاوزين نفتح. انا رايح انا رايح عاوزة احلى نسخة ممكن تشوفها يا رب. عاوزة اصلي صح، ولو في حد جاهل بحاجة اقولها له وانا بقمة التواضع، واذكر غافل لو حسيت ان هو راح باسلوب حلو. يا رب انا عاوز اكرم كل ضيوفك، كل ضيوفك اللي هنا انا عاوز اكرمهم. والحاجة التانية بقى، واحمي نفسي ان اقع في اي خصومة او جدال، او اني اذي مسلم، او يدخل يا رب في قلبي كبر ورياء. ساعات بيبقى يدخل من هنا، هو عارفنا احنا مش عشان وحشين، انت عارف، انت متعلم، وتبص لحد بيعمل كده ليه. هو نعرف احنا واخدين بالنا ان الرحلة رحلة قلب، معرفش مين اعلى عند ربنا. ممكن ربنا اداك العلم، فعشان اداك العلم المفروض تخرج الكبر. مش معنى ان احنا حفظنا دعاء او عرفنا المناسك ده معناه ان احنا افضل من غيرنا. الرحلة رحلة قلب. هقولها تاني، نكمل الدعاء مع بعض. اللهم هون علينا سفرنا هذا. هون علينا سفرنا هذا. السفر ليه مشقة كبيرة، مين اللي بيهونه؟ ربنا. في ناس راحت الرحلات دي تقولك انا كنت تعبان وعيان ومعايا ادوية وخايف ولا حسيت بحاجة. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعد. يا رب بص، هو مش بعيد كده يا رب، زي ما تتني كده، زي احنا ما بنطبق الغسيل. يا رب اطوي عننا. ودي حقيقة يا جماعة، انت ممكن تلاقي في قلب الحرم وانت بتطوف حد تأفف من الزحمة، واحد تاني يقول له بس ده الدنيا كانت واسعة. الله واسع، ما تخافش. انت خايف ليه؟ انت خايف وانت رايح بيت الله، ما تخافش من اي حاجة. ادعي اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر. خايف عشان اول مرة تسافر لوحدك، خايف عشان اول مرة تسافر لوحدك، اللهم انت الصاحب في السفر. ربنا معاكي، وحتى لو معاك عيلتك اللهم انت الصاحب في السفر. ورغم ان انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، هنا بتطلب الامان، بتطلب ان قلبك يبقى ايه، خلاص مرتاح. هنا يا رب انت صاحب معايا في السفر، وهناك انت يا رب حافظهم لي. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر جهد السفر وبلاء السفر واي حاجة ممكن تعكنن علي السفر. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. يحصل لي حاجة يا رب تحزني وتزعلني عن نفسي وعن مالي وعن أهلي، يا رب ما تحصليش حاجة. وسوء المنقلب، إن أنا أرجع من السفر ده في حاجة مشكلة أو مصيبة تزعلني. شوف وفي رواية أخرى بيقول بعدها إيه، ووعثاء السفر والحور بعد الكور. يا رب استعيذ منك من الفساد بعد الفلاح، من بعد ما ابقى كويس ارجع تاني فاسد. ايه الحديث ده احنا محتاجينه جدا جدا. فتعال نقوله كده تاني. بسم الله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر
وكآبة المنظر وسوء المنقلب. وعلى فكرة واحنا راجعين من السفر هنقوله كمان مرة، بنزود عليه جملة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لكن بيتقال سواء راجعين رايحين أو راجعين. طيب وصلنا قربنا بقى واحنا راكبين الطيارة، بعد ما ركبنا الطيارة هننتظر ايه؟ هننتظر الميقات. ايه هو الميقات؟ ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان كل من مكان، كل سفر واحد فينا في مكان قبل ما نعديه ما نعدوش غير لما نكون احرمنا خلاص. فاحنا لينا ميقات، فوانت في الطياره او في الاتوبيس هيبدا حسب انت رايح بايه، هيبدا يتقالك ان الميقات باقي عليه كذا، فهتبدا تحرم هنا اعلان ليك ان احنا هنبدا رحله الروح. عشان كده مع بدايه الاحرام انت بتمتنع عن حاجات كتيره كنت بتعملها. يعني الرجال الطيب حلال بره، لا خلاص مش هتحط طيب تاني، اي حاجه لها روايح لا، مش هتقص ضوافرك، مش هتقص شعرك. في سيدات بتسأل ما ينفعش نغير العباية؟ لا، انت هتاخدي شاور وتغيري العباية، انت لسه في الإحرام. بس هي الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها دي ما ينفعش أتطيب، ما ينفعش أستخدم شامبو ليه ريحة، هبعد عن أي حاجة لها روايح. وهنبدأ نقول نحرم بقى. نحرم هنا حسب نوع الحج. هو في نوعين من الحج، في حج إفراد وده ما فيهوش هدي، ما فيهوش ذبح، بتقول الله لبيك اللهم حجا عن كذا. في حج القران وده حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده العمره مع الحج، فبتقول لبيك اللهم عمره وحج عن فلان. وفي حج تمتع اللي هو العمره لوحدها وبعدين بنتحلل وبعدين بنقوم بالحج، فبتقول لبيك اللهم عمره متمتعا عن بها الى الحج. ولو كنت ناوي تخلي العمره لحد والحج ليك او اي حاجه يعني، فبتقول لبيك اللهم عمره عن فلان متمتعا بها الى حج عن فلان. طب مين اللي هيحدد نوع الحج ده؟ انت بتروح الشركه بتستفسر انتوا كفوج ناويين تعملوا ايه، انت ليك حاجه معينه عاوزها فبتسال طب انا عاوز ابقى مختلف عنهم. دي حاجه انت اللي بتقررها وتبقى عارفها طول الرحله، يعني تسال عليها مشرف الرحله الديني معاك. طيب في نهايه الدعاء دوت عاوزين نقول حاجه، نقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ايه الجملة دي؟ دي جملة عشان لو حصلت حاجة هناك، ظرف لا قدر الله، تعب، حصلت مشكلة فتحللت ما عرفتش تكمل المناسك، فهنا مش هيبقى عليك فدية او اسم. فدي مهمة قوي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. خلاص قلتها، تعالى اقول لك هتعمل ايه. جاء وقت التلبية، الله على التلبية. اوعى تقول ان احنا هنكررها بلساننا بس، تعالى اقول لك شويه حاجات كده تخليها تطلع من القلب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك دي يا جماعه احنا ما بنقولهاش غير واحنا بنستجيب لحاجه، واحنا لمحب، لحد انت بتحبه. لبيك دي تخليك تقول يا ده الدعوه القديمه لربنا اللي انا سمعتها سيدنا ابراهيم انا بستجيبها دلوقتي، بقول لك لبيك اللهم لبيك، وان شاء الله على طول يا رب لبيك، خلاص انا مش هعصيك. لبيك انا دقت، انا هدوق حلاوه هدوق حلاوه التلبيه، حاضر يا رب، رغم ان هوى نفسي مش عاوزها. وده اللي احنا عاوزينه هناك، تعمل الحاجه عشان عاوز الاجر حتى لو ناس تعبوك. وهو ده الحج، رحله عمليه، انا ما حطيتكش في حته في لوحدك وبعدين خلطتك، ده انت هتخلط الناس وانت في الرحله. يلا فرجني الحج عمل فيك ايه، انت اتغيرت ولا لا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل حاجه يا رب. ان الحمد والنعمه لك والملك، يا رب ده كل حاجه من عندك، لا شريك لك، وعشان كده لبيك اللهم لبيك. وهنا هختمها ببشرى، بشرى بجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ملب يلب إلا لبى معه عن يمين وشماله. بص بقى تخيلها، مش انت في الطيارة في الأتوبيس، التلبية كتير طول الوقت تلبي، طول الوقت، إلا لبى معه كل شجر لبى معه حجر وشجر والمطر، الشجر والحجر والتراب كله والصخر، كل حاجة هتلبي معاك. وفي تاني بيقولك ما من عبد يلبي إلا بشر. ايه ده؟
بشر بإيه؟ أكيد بشر يا جماعة، بشر بالقبول، بالجنة، بالمغفرة، بشر. بعد كده طول ما احنا بنلبي بقى شغالين فرحانين فرحانين وبستطعمها لبيك اللهم لبيك يا رب، أنا استجبت للدعاء وجاي حاضر. هنوصل بقى إيه؟ داخلين على مين؟ على مشارف مكة، وده إن شاء الله المحطة التانية من رحلتنا بإذن الله. يعني أتمنى إن في المحاضرة دي يكون قلبك اشتاق أكتر وحس أكتر بجمال الرحلة وفضل ربنا علينا. الحمد لله.